في الامارات اتحركنا من ابو ظبي لدبي بعربيه تسلا موديل واي. الهدف عايزين نوريكم الاكسبيرينس بتاعه السفر. حسيني بما انه اتحرك من ابو ظبي لدبي كذا مره، فقال لي تعالى افرجك على تسلا سوبر تشارجرز، وفي السفر العربيات هنا عامله ازاي، والدنيا لما بتكون متكامله ازاي بتفرق قوي في التحرك بالعربيه. فالنهارده احنا دلوقتي متوجهين على واحده من شواحن تسلا السوبر تشارجرز اللي موجوده في الامارات، فخلونا نفرجكم الاكسبيرينس عامله ازاي. طيب واحده من الحاجات بقى اللي خلينا نقول قدام هيبان ممكن تبقى مشكله طبعا، او يعني ممكن تبقى تشالنج، ما بحبش اقول مشكله لان كل مشكله ليها حل. هنا شايفين مثلا احنا دخلنا على محطه قبل ما نروحها، تسلا بتقول لك consider navigating to less busy supercharger. بتقول لك جرب تروح لمحطه تانية ما تكون اقل زحمه من المحطه دي. وده ليه؟ عشان المنظر اللي انتوا شايفينه دلوقتي، عربيات تسلا واقفه تشحن. بصوا طبعا يعني هم دول مستنيين يشحنوا يا حسيني، صح؟ ده طابور عربيتين واقفين مستنيين يشحنوا. ده طابور عربيتين واقفين مستنيين، واحنا العربيه الثالثه. فهو اهو هناك عربيه بتشحن كده. فدلوقتي احنا المفروض نتحرك على محطه تانية، دي ممكن تبقى تشالنج يوما ما. دلوقتي احنا هنشوف محطه في طريقنا تكون ما فيهاش يعني اقل زحمه يعني. احنا بس حبينا نوريكم يعني الاكسبيرينس بشكل عام. طيب انت دلوقتي دي محطه تانية صح؟ اوكي. على بعد 46 كيلو. اوكي، ونوصل 6%. حاسس بدأت تحس بالرينج انكزايتي ولا لسه؟ ولا اي حاجه، صور بس المنظر. ماشي اهو زي ما انتم شايفين العربيات بتشحن على السوبر تشارجرز. هنا السوبر تشارجر يا حسيني قدرته 250 كيلو. 250 كيلو بس أوكي. بيدي عاده 160 170. تمام، حلو برضه عملت تمام. طيب فخلونا بقى دلوقتي احنا متجهين لمحطة تانية، وهنبدأ نشوف بقى المحطة التانية لما نروح، ونوريكم برضو القدرات الشحن، وازاي ان انت بتعملها كأنها عربية بنزين عادي في تلت ساعة نص ساعة تقدر تنطلق وتكمل. ده لو انت عايز تقف تشحنها يعني لحد 80%. يلا بينا. واحدة من الحاجات بقى اللي الناس بتسألها ايه، طب انا دلوقتي هحتاج بقى امشي بسرعة هادية وقليلة لان انا كده ريسك عشان اوصل هتبقى العربية 6% او الكلام ده، هل ده معناه ان انا بقى محتاج امشي بالراحة وعلى مهلي؟ في تسلا حسيني الموضوع مختلف، لان تسلا عاملة حاجة يعني عندها من الحاجات اللي عندها اللي هو التريب بلانر. فانت لما بتحط الديستنيشن بتعرف هتوصل كام في المية. بتقولك انت لو مشيت على السرعة اللي انت ماشي عليها دي اللي هي دلوقتي 140 كيلو، احنا ماشيين بسرعة 140 كيلو متر في الساعة، هنوصل معانا 7%. وهنا نيجي نقول ليه العربية لما تجيبها من دبي او تجيبها من الامارات وتشغل النافيجيشن الموضوع بيفرق كتير قوي على العربية اللي بتيجي ما بتعرفش تشغل فيها النافيجيشن. عشان النقطة دي التريب بلانر ما ينفعش تبقى راكب تسلا مش عارف تنافيجيت او عارف هتوصل معاك كام في المية عشان ما تحسش بالرينج انكزايتي. تعالوا نشوف بقى بالظبط. شوف كده الشاشة هنا هتوري لك. اوكي تعالوا نبص بقى الشاشة. هنا هي الشاشة بتوريك احنا ماشيين اهو دلوقتي على سرعة 140 سرعة بالزبط. الطريق يعني هو مع العربيات نفس كل العربيات. وهنا بيقول لك اهو هتوصل معاك 6% وقدامنا 27 دقيقة و41 كيلو عشان نوصل. بالظبط. طيب دلوقتي اهو احنا وصلنا زي ما تسلا قالت هي 5%. معانا 5% فوق اهو. وكان الروت بلانر قايل ان احنا هنوصل 6%. هنوصل 6% بس انت فوتت يوتيوب. تمام. كنت سايق 140 بس قرصت شويه. ازاي كان طبعا السرعه فرقت. واحنا داخلين دلوقتي على المحطه. فايده الروت بلانر يا جماعه والعربيه يبقى النافيجيشن شغال زي ما قلنا. هقول بيبين لك هنا اهو. اوكي. سوبر تشارجرز في كام واحد افيلبل، في كام شاحن هناك افيلبل. اوكي 4. في 4 دول افيلبل انك تشحن فيهم. تقصد بشكل عام ولا فاضيين؟ لا دلوقتي فاضيين. اوكي يعني الرقم ده مش مجرد عدد الشواحن، برضه ده بيديك الافيلبل تشحن فيهم قد ايه. حلو قوي. والتانية هناك شوف كان قايل لنا لا بيقول لك روح لنافيجيت لشاحن تاني
عشان الشاحن ده زحمه، اللي احنا كنا شايفين عنده العربيات التسلا اللي راكنه بشكل كبير. طيب اهو هندخل دلوقتي بقى نشحن عند دي سي. Then I fade just like العربية من الابليكيشن وصلت 80%. هنزودها ل 90 دلوقتي. كام؟ هنزودها ل 90. يلا زود 90. دي باختصار تجربة شحن تسلا السريع في بالتشارجرز السوبر تشارجرز، وهي دي تسلا يا جماعة. عشان كده تسلا محدش بيعرف ينافسها، وفي يعني طريق طويل قوي قوي اي كومبيتيتور يجي. لما تستمتع بكل الفيتشرز اللي فيها وكل الحاجة اللي موجودة فيها، انت حقيقي مش راكب عربية، انت راكب تكنولوجي وحاجة هتعرف انت ليه العربيات يعني ايلون ماسك غير مفهوم عربيه لمفهوم حاجه سمارت بتركبها كانك راكب ايفون او تكنولوجي عاليه جدا مش موجوده في العالم كله. شكرا ايلون ماسك، شكرا تسلا انكم وصلتونا لهذا الليفل من التكنولوجي والمتعه في القياده.